نعتبر مثلا الباص ده زي القلم كده، القلم هيدخل اهو كده 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 هيلف. بصوا خلي بالكم كده وهيلف كده. اول حاجه لما بتكون فيها عربيه كبيره داخله دوران فيها بتخش على الواسع ما بتخش على الضيق، غيرنا احنا صغيرين ما تخش على الواسع خالص، تخش على الضيق. طيب هو انت حضرتك هتبقى هنا، هو هنا هو هيخش على الواسع كده عشان لما يعدل نفسه في الدوران. بصوا جاي فين، بصوا جاي فين على الضيق ازاي. هو لما كمل جه على الضيق، يعني هو بدأ في واسع وانتهى بايه؟ بضيق عشان عربيته كبيره. لكن حضرتك وانت ماشي ما تنفعش تخش لي على الواسع. دوران زي ده لازم تخش لي فين؟ لازم تخش اهو، تخش على الضيق، كملي ضيق. انت اسرع وانت خفيف، مفيش واسع، هخش على الضيق. طيب ركز بقى عشان النقطه اللي جايه دي تهمك قوي. العربيه الكبيره دي هو هيخش على الواسع وهينتهي بضيق. خلي بالك انت هيبقى عندك موقف خطر جدا ان انت وانت ماشي المنطقه دي بقت واسعه قدامك. كبير عندك ايه ده واسعه جدا، تخش لف. اكبر غلط هتعمله انك تخش يبقى باص او نقل داخل والرصيف بتاعه هو داخل هنا وانت تسرق لي الحته دي. لا 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 لا، هتدخل هتلاقي نفسك اتزنقت ما بين الرصيف وبين العربيه. ولو ما حسبتهاش صح هو ده مش هيعمل حاجه، هو ده داخل يلف. ولو كان سواق مش واخد باله منك لان المرايه بتاعته بتجيب اللي وراه، انت داخل في حاجه اسمها البلاك بوينت او النقطه العاميه، هو مش شايفك. خبر يبقى انت هتلبس نفسك في الرصيف عشان العجل بتاعه ما يطلعش على العربيه. شفت انت عملت ايه؟ دخلت خبطت نفسك عشان العجل ما يطلعش على العربيه. ادي نقطه. النقطه الثانيه، يبقى انا دلوقتي وانا ماشي لما بص ركزوا بقى معايا في الباص اللي هيلف. ادي وش الباص ودي ظهره، انا ماشي اهو داخل اهو، خد على الواسع وكمل. واخدين بالكم؟ بص الظهر، بص الظهر الباص بيعمل ازاي؟ بص الظهر بيعمل ازاي؟ بيلف بالعكس. يعني انا لما يبقى في باص موجود اهو قدامي وهياخد يوتيرن، ما لاقيكش انت بقى جاي وراه وتقول له هسيب لك المسافه، تمام، ما لاقيكش انت واقف هنا عند اخره. ليه؟ لان انت الباص ده هيلف فين؟ هيلف كده، هيخبطك في ظهرك. ركز كده في اي باص بيلف وشه بيدخل، ظهره بيرمي بره، بيرمي العكس. يبقى انا ما اروحش جنب باص بقى اروح متزقله هنا واقول له باشا انا هسيب لك المساحه خش الله ينور عليك. ما انت هتلبس بقى، هتاخد وقتها بقى هتبقى انت اللي غلطان مش هو.